السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بنت عز صاحب الجروب خرز وكريستال بنت عز على الفيسبوك. النهاردة هنعمل ورشة شجرة، ودي أول ورشة شجرة على القناة إن شاء الله، وبإذن الله مش هتبقى أول ولا آخر ورشة، بإذن الله إن شاء الله هعمل لكم ورش تانية بإذن الله جديدة. الورشة دي سهلة جدا، أي حد مبتدئ، أي حد ما بيعرفش يشتغل شجر، بإذن الله إحنا بدأنا بالحاجة البسيطة علشان بعد كده نعمل حاجة أكبر وأكبر، وحاجة تكون يعني أصعب وأصعب، حاجة متقنة أكتر. فنبدأ بالسهل الأول بإذن الله علشان بس إيدينا تاخد ونعرف الأساسيات بتاعتها. تمام. النهاردة بطل الورشة كلها البنزين دول. تمام. دي ودي عشان نقطع المعدن دوت، الخيط الالمونيا دوت او السلك الالمونيا ده السلك ده بتاع المناشر، بتاع احبال الغسيل. تمام. ده لو انت الراجل مش مقطعهولك، انا مرضيش اقطعهولي يعني معرفتنا مرضيش اقطعهولي والله. فدوت لو انت مش جايباه مقطع، انت بتاخدي المقاس اللي انت عايزاه وبتضغطي عليها كده اهوت، وبتقعدي تتني يمين وشمال يمين وشمال لغايه لما بتتقطم منك باذن الله، وهي ما بتاخدش يعني تانيتين تلاته. خلاص. وديت علشان خاطر نلف بيها الواير النحاس بتاعنا. تمام. معانا برضو ايه القواعد ديت اللي بنحط فيها الجبس وبنثبت فيها الشجره. دي انا كنت جايباها من درب البرابره مستورده، دي ب15 جنيه، حلوه جدا. بصوا سمكها يعني سميكه وحلوه، قيمه جدا لما تعملي فيها شجر او شجيره صغيره، حلوه قوي. ودي ممكن تاخد شجره كبيره. دي كانت ب25 جنيه في درب البرابره. دي بقى من درب سعاده، دي فخار اهي، دي فخار مستورده برضو. تمام. دي كانت ب25 من درب سعاده. مشيت شويه بقى كده عندي شارع الازهر بره نواحي بين السورين، لقيتها ب50 جنيه. يعني درب سعاده كانت ارخص بكتير فعلا. خلاص. دي اللي احنا هنثبت فيها الشجره. وعملت الكنبه ديت بالعروسه العرايس دي اللي انا وريتها لكم، اللي كانت من عند الحاج رشاد في حاره اليهود. الست عرايس ب17 جنيه ونص. خلاص. عملت بقى ايه الكنبه دي ازاي عملتها؟ عملت ادي بصوا 1 2 3 4 5 6 6 غرز في كام دور؟ في 2 4 5 6 في 5 6 في 5 غرزه. خلاص. وبعدين رحت تانيتها على اساس تديني 2 و3. الاتنين دي عملت عليها 3 ادوار رباعيه من هنا اهو، و3 ادوار رباعيه من هنا اهو. وجبت الشمع ولزقت عليها العروسه على اساس انها تبقى كنبه اهي قاعده عليها العروسه. وكان ديل الحصان بتاعها مفنوش او مش عاجبني، فلزقته بحته شمع من ورا كده، وهندريها بحاجه تانية ان شاء الله باي توكه. لو انت ما عندكيش السلك ده او مش متوفر عندك او ما عندكيش حد بيبيعه، ممكن تجيبي دوت. وفي اتخن منه كمان، في تخانه اتخن من ده كمان. خلاص. اللي بيتعمل ده بيه الخواتم والحاجات ديت النحاس. النهارده هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ده الواير اهو النحاس من عند الشطاف في حاره اليهود، مشهور جدا ومعروف جدا. بعد حسين موزه كده لجوه، ادخلي في حاره اليهود كده من جوه وقولي بس انا عايزه اروح عند الشطاف بتاع النحاس. خلاص. الربع كيلو ده كان ب 38 جنيه تقريبا، ب 38. بس انا دوت اللي انا هشتغل بيها الشجره النهارده كانت نص ملي، دي ملي الا ربع. تمام. اهي دي ب 38 جنيه، وتعمل لك كذا شجره. تمام يعني، او كذا شجيره بقى، لو هتعملي شجيرات صغيره هتعمل لك كذا واحده. كمان في التيب دوت، اللي ممكن نلفه على النحاس باي لون انت عايزاه اهو. البني، الفضي، الذهبي، الاخضر. البني والاخضر الواحده اللفه ب5، لكن الفضي والذهبي اللفه ب10. دول من ضرب البرابره، يعني من جنب شركه الاخلاص كده على طول. تمام. عند بتوع الورد والزرع والحاجات ديت جنب شركه الاخلاص. جبت كمان
الكيس دوت اهو. ده الكيس ده فيه زلط مخصوص للاشجار اهو، بس عشان ندي شكل جمالي اهو زي صخور كده. الكيس ده كان تقريبا ب 15 جنيه او ب 20 جنيه برضو من عند بتوع الزرع وعند بتوع الشجر. خلاص بصوا بقى، يعني ما تركزوش مع المفرش لان احنا هنشتغل بجبس وحاجات زي كده كتير. نعمل ايه؟ نبدا ونسمي بالله. هنقص كل حته خيط كده على حسب ما انت عايزه طول الشجره بتاعتك. انا دي عاملاها حوالي 40 سنتي، يعني دي انا قصاها حوالي 40 سنتي. هناخد اول الخيط كده او اول الواير كده، اوله خالص يا بصي، هنلف لفه كده اهو وندخل فيها البنز تاني ونلف لفه كمان. تمام اهي، شايفاها بالمنظر ده. ونسحب الخيط كده نشده بايدينا وكده. دي كده دي مهمتها خلصت. هنعمل ايه؟ هنقعد يعني نعد بقى ايه، نملى الخيط او نملى الواير كده بالمنظر ده. هنعدهم اعدهم معاكي 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 واحدة. تمام. هنقعد نملى الخيط كده 1 2 3 4. ممكن تحطي غامق وفاتح، ممكن تحطي اخضر فاتح وغامق مع بعض. ممكن تعمليها بنفسج زي شجرة البنفسج مثلا كده اهو كده اهوت. تمام كده 2 4 6 8 10 12 14 15. هكمل انا بقى لغايه لما اخليهم 24 واجيلك تاني. عملتهم اهم 24، ودي ملهاش عدد معين، يعني انت ممكن تعمليها على يعني على 15 على 20 على 25، ملهاش عدد معين. حتى الاعواد ديت كده، الاعداد دي ملهاش برضو عدد معين. يعني انا عامله كل فرع او كل حزمه مع بعضها عاملاها على 8 وحدات. انت ممكن تعمليها على 5، ممكن تعمليها على 6، يعني ملهاش عدد معين. حتى طول الشجره نفسه ملوش مقاس معين. فاحنا هناخد كده اهو كل اللي انا عاملاهم دول مع بعض كده. الورشة دي مخصوص طبعا لكل حبايبي اللي على القناة، ومخصوصة جدا 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 لحبيبة قلبي ماجي، لان هي اللي طلبت مني شجرة وكانت عايزاني اعمل لها شجرة، فانا ما اقدرش اتأخر عنها عشان ماجي دي حبيبتي، يعني انا بعزها جدا. انسانة خلوقة ومحترمة جدا، ودايما بتسعى في الخير وفي فعل الخير، ودايما بتسعى انها يعني تخلي الناس كلها يعني كويسة مع بعضها، يعني ليها فضل عليا. تمام. احنا كده بصوا نعدهم 2 4 6 8 اهو 8 فروع. هناخد بقى بصي، هتزقيهم قوي قوي بايديكي كده، هتزقيهم لغايه لما تجيبي اخر حاجه خالص بايدك كده اهو، وتحاولي تظبطي نفسك كده معاهم على اساس ما تبقاش النحاسه ما تبقاش باينه. وممكن تعملي حاجه تانية، يعني بصي الاحسن كمان عشان خاطر ما تتلخبطيش، انا بعرف الفهم مع بعض بس عشان ما حدش يتلخبط معايا اهو كده اهو. وده انصحكم ما تجيبوش النحاس دوت من عند بتوع الخرز، لان اللي بيتباع عند بتوع الخرز معمول على ألمونيا ومرشوش، فطبعا بمجرد ما بتلفي لفه والتانيه بتلاقيه اتقطم في ايدك. الاحسن انك تجيبي من المنبع نفسه من عند الشطاف في حاره اليهود. ده نحاس ما بيتقطمش، مش قابل ان هو يتقطم في ايدك وانت شغاله. بصي انا بلف براحتي وانا عارفه ان مفيش حاجه باذن الله تتقطم مني كده اهو بالمنظر ده. شايفه؟ هنلف كده بقى كل 2 مع بعض
علشان تتحكمي فيهم، والنحاس بتاعهم يبقى ملفوف صح، ما يلفش منك او يبقى شكله مش مظبط او حاجة. اهم حاجة التظبيط شكل الشجرة نفسه، هو اللي بيديها يعني رونق كده ان هي شجرة بجد، يعني بيديها كده شكل ان هي حقيقي شجرة. لكن لو انتي الفينش بتاعها مش مظبط منك، ده يعني ممكن يخليها مش شكلها مش كويس. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا كلنا يا رب. خلاص هناخد كده اهو، حطينا كل اتنين مع بعض. هناخد كل اتنين تاني اهم كده، هتعمليهم كده على بعض وتروحي برماهم تاني مع بعضيهم تاني كده اهو. خلي بالك ما تبقاش واحده عاليه وواحده واطيه، متبقاش واحده اعلى من واحده اهو. تبرميهم مع بعضهم كده ونسيب دول، ناخد التانيين كده اهو. اهو كده اهو بالمنظر ده اهو. عملنا كل 4 مع بعضهم، وبعدين نجيب الأربعة والأربعة دول نضمهم على بعض ونلفهم تاني كده مع بعضهم، وتثبتي ايدك لغاية لما اللي فوق ده يتلف الأول، بعدين تبدأي تهتمي بلف تحت اهو. شوفي لفي كده فوق عشان تبقي تتأكدي ان اللي فوق تماسك مع بعضه كويس قوي، فتروحي لفة بقى تحت، لانك انت خلاص امنتي اللي فوق كده بالمنظر ده. خلاص اهم، انا دول كنت عاملاهم اهو. هنلف كده دول، خلي بالك اهم حاجة ان يكونوا قريبين من بعض جدا، او يعني الاتنين مستوى واحد. نسلكهم كده مع بعض عشان نعرف نلف. شايفة انا ببرم وانا مطمنة ان مفيش حاجة هتفك مني تاني. شايفة كده اهوت، وننزل برم كده على تحت. هنرجع بقى ناخد كل فرعين مع بعض. كل فرع من دول فيه 8 حبات، 8 يعني وحدات. فهناخد كل فرعين كده هنضمهم مع بعض وهنشتغل فيهم ايه برم. تمام، هنبرمهم مع بعضهم كده. نجيب كده الحتت اللي باين منها حاجتين الخيوط النحاس علشان ما تعمليش عيوب، ونبرم اهو كده. انزل قوي وناخدها كده برم، تاخدي فرع على صباع ايدك اللي فوق وفرع على صباع ايدك اللي تحت، وتكملي برم كده. تمام، ادي كده هو فرع، وادي كده هو بقى فرع. كل فرع فيه 16 واحده. خلاص ناخد 2 كمان وناخدهم كده اهوت. اول مره تثبتي ايدك عليهم وتبداي لف من فوق الاول تلفي من فوق كده اهو. كده لغايه لما تخليهم يبقوا 4 معاكي. مجموع الفروع ديت برضو
برضو دي حسب رغبتك انت، عايزة تكتري كتري، ملهاش عدد ولا مقاسات معينة، ولا حتى عدد الخرز نفسه. اهو كده بالظبط. خلاص. هنعمل ايه؟ هنجيب بقى العمود دوت، ناخد الاول كده فرعين اهو، وناخد العمود ده كده ونلف عليه النحاس بتاعنا كده اهو، نلفه الاول كده من تحت علشان من فوق نقدر نلف واحنا براحتنا بقى اهو. كده تثبتيها كده، تثبتي النحاس عليها كلها من تحت وبعدين تشتغلي من فوق. اهي هتمسكي بقى النحاس نفسه وتبدأي تنزلي كده اهي وتبرمي. تبرمي جامد، تلفيها عليها جامد. خلاص. تجيبي الفرع التاني وتعملي نفس الحكايه، بس الفرع التاني بقى ممكن تلفي من فوق، لان كده الحديده اتثبتت كده، الحديده اتثبتت مع الفرعين، ولسه هتثبت تاني ان شاء الله مع بقيه الفروع اهي. نبرم كده ونلف كده. شايفه بقت ثابته خلاص. نتني دول كده ونرجع نحط وحدايه فوق هنا اهو، نجيبها من ورا كده ونلفها عليها. اهو بالمنظر ده. وفوق بقى نلفها كده جامد على اساس تبقى متمكنه معايا في العمود نفسه اهو. هخلص انا بقى بقيت برمي الفروع وهرجع لك تاني. انا اهو جمعت التمن حزم مع بعض. هعمل ايه؟ انا عشان ايدي فيها جبس مش عارفه افك التيب، فهفكه كده بقى وبعدين ارجع الف انا براحتي بقى، بس عشان خاطر مطولش عليكم. تمام. هاخد التيب، هاخد شريط التيب كده اهو، دي العدله بتاعته من اول هنا كده، وهنلف عليه. انا هتعب جدا بقى عشان خاطر انا فكيت المكان بتاع لفيت البكره، فكيتها كلها، فده هيخليني انا بقى ده يعني باذن الله ان شاء الله ربنا هيسهلها. لو كرمش منك مش مشكله، لو يعني التيب نفسه لو اتكرمش منك طبعا ده هيديكي شكل جذع الشجره، مش مشكله ما تقلقيش. انا فصلت الفيديو وسلكتها لان هي كانت هتقرفني جدا، فنبدا كده بسم الله. حتى لو يعني في حتت من السلك باينه
مش مشكله، لان احنا لسه هنغطي عليها بالجبس. انا عامله بالتيب دلوقتي لاني انا ما عنديش تيب بلاستر اللي هو اللي بنلزق بيه الحاجه، ما عنديش، فهتصرف وهعمل لكم بدوت. المفروض الخطوه ديت بتتعمل بالبلاستر اللي هو التيب الشفاف اللي بنعمله على بتلزق بيه الكتب والكراريس والحاجات ديت. تمام، كفايه هنا كده، ونقص كده. تمام كده اهو بالمنظر ده. هنعمل ايه؟ هناخد بقى شويه جبس كده. طبعا انا هرجع اسيبك لغايه لما تتماسك مع بعضها. هعمل الجبس وهرجع لك تاني. انا عجنت الجبس وهرجع بقى معاكم، يعني ربنا يعوض عليا في المفرش. تمام، هرجع اعمل كده علشان اعمل لها زي جذع اهو. هوزع الجبس عليها كده اهوت. ما رضيتش اعمل الخطوه دي بره الفيديو علشان تشوفوها كده اهوت. وهنلفها بقى على بعض كده. هنفضل نلف حتى لما بتقع فيها حاجه هنرجع نجيبها ونحطها تاني وهو بينشف معاكي بسرعه اهو. انا بس عايزه اديها شكل الجذع المليان بتاع الشجره. خلاص اهو بالمنظر ده. هسويها بقى كلها وهرجع لك تاني. انا عملت الجذع بتاع الشجره، عملت كله بالجبس. بس نصيحه، قبل ما تعملي بالجبس دوت لازم تبقي انت مثلا عامله بالتيب، التيب بتاع الشجر، وبعدها تروحي عامله حتت جبس صغيره 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 كده بسيطه اكنها مسحه. وبعد المسحه دي تسيبي المسحه دي تنشف، وبعدين تروحي عامله عليها اللي احنا عملناه دوت، الضلع ده كله كده اهوت، على اساس روح ماسك فيها زي ما بنيجي نمحر حيطه كده. وبنرش الحيطه الاول بشويه معجون من بتاع المحاره، وبعدها بنرجع ندي بقى المحاره الاصليه. دي نفس الطريقه، لان انت كده بتاسسي، فبتبقى بصي زي الطوب بالظبط، بتبقى يعني جامده جدا. خلاص احنا عملنا ايه؟ انا طبعا بعد ما نشفت خالص رحت انا بعت جبت بلاستر اهو، استنيت وبعدين لفتها كلها بالبلاستر زي ما انتم شايفين. هي احلى حاجه فيها ان تبقى فيها كده بصي زي جذوع داخل وخارج، ويعني مش مستويه كلها مع بعضها. هي احسن، بتدي الشكل الطبيعي. ان هي لما تكون مش مستويه كده بتديكي شكل الشجر الحقيقي. ولازم طبعا بتبقي سايبه فروع من تحت كده. هنعمل ايه؟ هنجيب التيب بتاعنا بتاع الورد ونلفها كده بقى عشان ما تعملش معانا تاني زي التانية. انا هعملها، عايزه اعمل الجذع بالبني علشان تديني شكل الشجر الحقيقي. طبعا لو الخرز هتعملي خرز باي مقاس تحبيه، 8 10 6 4 اللي يعجبك، 3 اللي يعجبك، اي مقاس خرز انت عايزاه. طبعا زي ما قلنا هي ملهاش مقاس معين ولا عدد معين في الخرز، ولا حتى عدد في الفروع معين. هي كلها بتعمليها اهي. بصي هلف التيب بقى من اول هنا كده، مش هسيب حته تبان ان في تحتها بلاستر او جبس. خلاص الف كده وارجع تاني الف، مش مشكله، بس ابقى مأمنه الحاجه بتاعتي وتبقى مشدوده اهي كده اهوت، علشان تديني لون وشكل الجذع الحقيقي للشجره او الساق بتاع الشجره. هي مش ساق، للساق ده للنباتات، ده جذع تقريبا يعني كده على قد معرفتي. هنلف كده وتشدي على اساس تبقى مشدوده معاكي وتداري كل الابيض دوت خالص. شجره بسيطه ما فيهاش حاجه،
وقريبة قوي في عمايلها. اهو كده المنظر ده. وهنرجع نلف عليها تاني، لاني انا حاسه ان التيب، مع اني انا جايباه غامق، بس التيب طبعا بيبقى مدي شفاف شويه، فممكن يبين اللي من تحت عليه، الطبقه اللي من تحت شويه عليه. فانا هجيب كده لغايه اخر البلاستر. طبعا انا مش حاطه بلاستر لاخر الجبس، علشان انا عايزه اغمس الشجره، يبقى في جبس كده تاني هنا اهو، على اساس يتقبل معاها وتبقى. بصي انا هطلع تاني اهو كده، هطلع تاني كده اهو كده اهو، على اساس تديني. بصي بقت تغمق ازاي لما بطلع، شايفه بقت تغمق معايا. انا كمان عايزاها غامق وفاتح، فما بمشيش بنظام، بمشي كده توتاله كده على اساس تديني غامق في فاتح، فتديني الشكل الطبيعي للشجر. مش همشي مظبوط يعني زي ما كنت وانا نازله كنت ماشيه كده اهوت. هقفل من هنا بقى كويس على اساس اهي بالمنظر ده كده. طبعا بعد كده يعني حته كده، وهنضف بقى اي رطوش من الجبس بتاعنا. خلاص هنركنها كده بقى على جنب. وكده التيب ده كده شكرا كده مش هنحتاجه. هنجيب بقى الطاجن دوت، او هو عامل شبيه للطاجن، يعني عامل زي الطواجن الصغيره. خلاص احنا محضرين الجبس اللي هو معانا. انا كنت عجناه وحطاه في شنطه، بس علشان انا عايزاه تقيل كده. بصي شايفه انا بحطه ازاي؟ انا عايزاه تقيل كده علشان لما تحطي تنزلي فيه الشجره اهي كده. انا هحط في كل النواحي، وكان المفروض الاول احط الشجره، بس انا طب هحاول انضف ايدي كمان. هحاول انضف ايدي عشان امسك الشجره اهي كده اهو، علشان انا عايزه احط الفروع دي في الشجره من تحت، واحط بقى كده عليها علشان تمسك فيها كده اهو. فانا هملاها بقى كلها كده، وهرجع لك تاني ان شاء الله. انا كده اهو، بصوا عملت ايه اهو. عملت الطاجن كله، او القصيص كله عملته بالجبس. هنشف ايدي بقى وارجع اثبت ايه، اثبت الكنبه بالعروسه ديت. هنزلهم كده، هغمسهم كده على اساس تثبت معاها، ما احتاجش الماده لاصقه تاني الزق بيها الكنبه بالعروسه. خلاص طيب هنعمل ايه تاني؟ هنجيب الكيس زي ما قلنا اللي فيه الحجره. بصوا انا مخليه بنتي تمسكها لي شايفيني اهو. هنحط بقى دوت، هنوزع منه فيها كلها، وتحت الشجره كلها، كله تحت اهو كده اهوت، على اساس برضو لما تنشف الاسمنت دوت او الجبس دوت، لما ينشف تبقى ايه، جفت معاها.
ندخل كده تحت الكنبه. طبعا انت دوت لو انت مش عايزاه تحطيه كده على على الجبس، ممكن تجيبي له غيره ابيض وتعجني بيها، وبعد ما تعجنيه بالغيره الابيض بتثبتيه على فوق الاسمنت او فوق الجبس اللي انت حاطاه دوت اهو، عشان تديكي شكل طبيعي للارضيه بتاعت الارض نفسها بتاعت الشجره. اهي توزعي بقى كده، ما تخليش الجبس من تحت يبقى باين، بس عشان ده شكل جمالي وبيبقى يعني ضروري جدا ان احنا نعملها. انا هخلصها بقى كده، هكمل توزيع دوت كله كده، ولما الشجره باذن الله الجبس بتاعها ينشف هرجع عشان هنعمل كده نفرع الفروع من فوق، وفي نفس الوقت هنعمل كده حاجه كده جديده كده هيبقى شكلها حلو عليها تاني باذن الله. هنشوف هنعمل ايه بس لما ارجع لكم تاني باذن الله. اخلص وهرجع لك تاني باذن الله. بكده الشجره خلصت. انا قلت لك هرجع لك تاني عشان يعني اوزع الفروع. انت بقى بتوزعيها زي ما انت ما تحبي. بصي بتاخديها كده، بتاخدي الفرع على ايدك وبتشديه بتانية صغيره كده لتحت. تمام، وزعي الفروع على حسب ما تحبي. ممكن كده برضو ناخد حبه خرز، اكن الورق واقع منها كده اهوت. اكني ناخد شنجار ليموني كده مع اخضر عشان تدينا شكل كده الشجر، الورق لما بيقع كده في الخريف كده اهوت. ناخد شويه من الاخضر كده نوزعهم عليها، وهي كده بقت الشجره. تمام، انا يعني هوزعهم بقى بطريقه تانية ان شاء الله تكون احسن، بس انا حبيت اوريك الفكره. يا رب تكون الورشه عجبتكم، وكل ورشه وانتم طيبين، واتمنى منكم كده دعوه خالصه بظهر الغيب كده، خالصه من القلب ان شاء الله. واتمنى كده ان شاء الله يعني ربنا يديني الصحه والقوه واعمل لكم كل اللي انتم بتتمنوه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.